العربيه اللي انقلبت والعربيه السليمه اللي هي القطر السليم، وهم واقفين وصورناهم مع حضرتك. فالهوك موجود سليم سواء كان في القطر او في العربيه اللي هي المنكوبه او العربيه اللي عملت الحادث، وده يؤكد ان العربيه الهوكين سلام، يبقى الحادث بفعل فاعل. الحاجه الثانيه اللي تاكد كلامي ان خرطوم الهواء، ضغط الهواء سواء للعربيه اللي عملت الحادثه او لباقي القطار، الخرطومين سلام، مع الرغم ان الخرطوم ده جلد المفروض ما كانش اتفك النحاس بتاعه، لا كان الخرطوم اتقطع. الحاجه الثالثه ان كابل الكهرباء اللي موصل العربيه اللي اتقلبت بالقطر مقصوص ببنسة كهرباء، وده ثالث دليل يأكد ان الفاعل اللي الحادث بفعل فاعل. ان الخرطوم سليم، الجلد كله سليم، ودي العربية الأخيرة اللي هي قبل اللي حصل بيها الحادث، الخرطوم سليم ومفكوك باليد، مفيش أي نتيجة لشده أو كسره أو أي شيء. الهوك الموجود سليم 100%، مفيهوش اي مشكله، وواضح عليه ان هو اتفك واتحرك من مكانه. تمام. كابلات الكهرباء مقصوصه ببنسه بزراديه. تمام. وده اللي قطعت الكهرباء عن القطار بالداخل. طب ايه الآلية اللي حضرتك ممكن تكون شايفها ان ده حصل بيها؟ يعني ده اتعمل القطر ده حضرتك ولا دي ممكن وهو واقف معطل قبل البدرشين بشويه، وده علمت بيه من بعض شهود العيان ان القطر وقف قبل البدرشين بشويه. ده ممكن يكون كام في المية؟ لا ده نسبة 100% بدليل الخرطوم اللي حضرتك اللي بقول لك ان هو سليم، وده مفكوك باليد. ده يؤكد كلامي ان الخرطوم ده لو مش مفكوك باليد هينقطع من الجزء ده للجزء ده. ده خرطوم كاوتش تمام. كان المفروض ان هو يتقطع، ولا الخرطوم ده انقطع ولا الخرطوم بتاع العربيه الاخرى انقطع. ده من اللي قلته حضرتك بالنسبه للعربيه اللي ورا، نفس الخرطوم حضرتك قدامك اهو سليم، وده بيأكد ان مفيش اي كسر فيه. ده مفكوك فك فعل يد خفيه، فك الهوك الرابط ما بين العربيتين. دي العربيه المقلوبه حضرتك، والعربيه صورنا اللي هناك، الهوك سليم 100% برضو، وده يؤكد ان حد رافع الهوك باليد، مش نتيجه حادث او اهمال او لا، ده حد عامله بفعل فاعل. تمام. لو هو منزوع من الصحيح كان بقى شكله ازاي؟ لو هو منزوع او نتيجه ان القطر وقع من على السكه، كان الخرطوم ده انقطع من النص، او يبقى قضاء وقدر. ده مش قضاء وقدر، ده حادث مدبر. واللي يأكد كلامي ان ده خرطوم من الكاوتش ما انقطعش، وده يؤكد ان ده مفكوك بيد. وعايزين نعرف مين اليد اللي فكت اليد؟ الخرطوم. ان الكابل دوت رغم ان هو ملفوف بشريط لحام مقصوص ببنسه، والقص جديد باين ان هو مقصوص ببنسة كهرباء، ده تأكيدا ان الفاعل بفعل فاعل مش حادث عادي. يعني مش عارفين بعد اللي احنا بنسمعه ده، احنا الاستاذ